فئه ال 8000 جنيه في الموبايلات بقت جامده بصراحه. ده يا سيدي الواي 29، احدث موبايل اقتصادي من فيفو في السوق المصري، صنع في مصر وضمان محلي، يعني زيرو جمارك. في الفئه دي انت عمرك ما هتلاقي بطاريه 6500 ملي امبير، هتكمل معاك يومين مستريح ده كده كده، والبطاريه هتكمل معاك بنفس الكفاءه 5 سنين قدام. والمميز انها بتدعم الشحن السريع بقدره 44 واط بتقنيه الفلاش تشارج، والشحن السريع موجود في العلبه. وتعالى لي على التصميم اللي صدقني من اول نظره هيبهرك. اللون البني هادي ورايق، وفي كمان لون تاني اليجانت وايت، والموبايل جاي مصنفر كده، لا بيبان عليه بصمات ولا خرابيط. والفريم اللي جاي بلمعان المعدن مخلي الماسكه تحفه بصراحه. وعايزك تضيف على الشياكه متانه معيار ايب 64 لمقاومه الماء والغبار. شايف مربع الكاميرات ده؟ الحقيقه مش عادي. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، تجربتها مدعومه بالكامل بالذكاء الاصطناعي، والجزء ده هو مستشعر انفراريد اللي هيخليك تستخدم الموبايل كريموت كنترول. وده يا سيدي الدايناميك لايت، اروش اضاءه ممكن تشوفها في الاشعارات والشحن والمزيكا. الشاشه هنا عملاقه بمعنى الكلمه 6.68 بوصه، واللي جايه ب 120 هرتز معدل تحديث. وبصراحه هتديك تجربه سلسه جدا والوان ممتازه في المشاهده والالعاب والتصفح. وهتاخد كمان تجربه سماعات ستيريو صوتها بيوصل لحد 400%. فيفو واي 29 جايب معالج حبيته في الفئه دي، سناب دراجون 685، معالج مع الرامات ال8 اللي بتوصل ل 16، هتديك تجربه سوفت وير ناعمه لحد 50 شهر. فيفو واي 29 بيجي بنسختين، 8 مع 128 او 256. وبعد الفولو الجميل واللايك المتين سيب لي كومنت وهبعت لك التفاصيل والسعر.